دخلا. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير، وياكم زيد الكربلائي. طبعا شباب، صحيح انا قطعت الفترة راحت اكثر من اسبوع، بس تعرفون يعني صادف عيد، ويعني واحد عنده ظروف تصير وشغل، فهسه رجعت وياكم بهاي حلقة جديدة شباب. نفس ما تشوفون عندنا هاي الحرب مكونة من 10 لواعيق ضد 10. هسه حاليا هي راح تخلص بعد لها 5 دقائق، بس احنا الفايزين. هذا الاول شباب، نفس ما تشوفونه هاجم هجمتين، ما عنده يعني ولا هجمة عنده، بس ما هاجمهن على يعني علي او على التاون 9 اللي يصير رقم 2 اللي يصير تحتي يعني، او هذا او يعني اي واحد من التاونات 9. هاجم على هذا التاون 6 اللي هو رقم 9 بالحرب ما قبل الاخير. نفس ما تشوفون الجيش مالته فالكيري وجولم والملكة والأمير والتسعة سحرة وكلهم ماكس. الجيش مالته كله ماكس ما عدا الملوك يعني بشرفك يعني انت تهجم على قرية بيها 6 وانت تاون 11، وين صايرة هاي؟ يعني فالكيري ماكس على بيها 6. أول مرة أشوف هيك يعني هجمة، أول مرة يصادفني هيك خصم. يعني شو اقول عليه؟ ما اعرف شو اقول، يعني شنو جبان ما يهجم على القرية القوية، يروح يستغل قوته ويهجم على تاون 6؟ شنو يريد يعني هاي الجيش نفس ما تشوفونه ظل على حطيته، يعني فالكير وحده ما ماتت ما عدا اللي طارن بالسبرينج. 6 فالكيري و9 سحرة قضوا على القرية مع الملكة والأمير. هن اكو تفسيرين لهاي الهجمة، يا اما شاف روحه راد يخسر اول وتالي يخسر الحرب واحنا متقدمين عليهم، وحب ياخذ نجوم يفيدنا يعني نجوم حرب يكثر نجومه، يا اما هو جبان ويحب يهجم على القريات الصغار. يعني هذا هسه الاخير رقم 10 هم ضعيف، تاون 7 بس يعني دفاعاته مال تاون 3 ابراج الارش ليفل 3 يعني او 2 يعني كلش ضعيفة، مال بيت 3. نفس ما تلاحظون هم هجم عليه بالفالكيري ونفس الجيش، ما عدا يعني كان الملك عنده موجود. يعني هسه هو هاجم على قرية ضعيفة بهيج الجيش، وين لاقيها هاي؟ يخاف يهجم عليه طبعا هو، لأن هذا الجيش نفس ما تشوفون الماكس لو يهجم بيه على قريتي ما يقدر يطلع نجمة واحدة، لأن أصلا الخطة مالتي ضد المسح، وثاني شيء ضد هي الجيش. لأن أول شيء راح يلتف، ويعني من يلتف الجيش راح يبقى الدفاعات القوية مثل برج النار الانفيرنو والأكسبوات كلها تضرب بيه، فراح يموت الجيش بسرعة. أنا ما أعرف هذا شنو قصته، ما أعرف. هنا نفس ما تلاحظون عندنا الأول اللي هو اللي كنت أسولف عليه هجمت عليه أنا، طلعت من عنده نسبة 70%. هجمت عليه بالباولر، ويعني أنا ما كنت ناوي مسحه لأن أصلا هو قريته نفس ما تلاحظونها ماكس دفاعاتها أبراجها والأبراج والمدافع ليفل 14. مع العلم هم ضافوا بالتحديث السابق قووا المدافع من ليفل 11 إلى ليفل 14 يصيرن أقوى بالضعف، يعني يصيرن كلش قويات. يعني هسه هذا عندكم المدفع ليفل 14 ضربته 120، والباولر الليفل 2 340 دم، يعني يعني 3 ضربات يقضي على الباولر، 3 ضربات يقضي على الباولر. نفس ما تلاحظون راح ادخل وسط القرية، تأخرت شوية ما حطيت لهم الجمب، بس يعني تلاحقت الموقف وحطيت لهم الجنب ودخلوا لوسط القرية. طلعت من عند البيت نجمة، والنجمة الثانية حاليا راح تطلع. بس ما تشوفون طبعا الانفيرنو هي اي جيش
يعني كان من يكون أي جيش من تحط عليه الهدف من تقوم تضرب بيه بعد أي دم ما ياخذ. هاي معلومة للي ما يعرف. يعني إذا حاط لك لو 100 هيلر على يعني نفترض على الملكة، بس الانفرنو تقوم تضربها يعني تصهرها بالنار مالتها، راح بعد ما تقدر تاخذ دم او انعاش من الهيلر، او حتى لو تعطيها الانعاش مال السبيل ما راح تاخذ اي دم. هنا بقى عندنا نوعا، حاولت اطلع نسبة اكثر يعني، بس ما تشوفون خلصت الهجمة. طبعا الحرب راح تخلص بعد لها نص دقيقة ويجي بيها خوش راتب. الراتب مالتها مليون بمليون و5000 و200 نفط. خمس ثواني ويخلص، ثانيتين وتخلص الحرب، ثانية وخلصت الحرب واجا الراتب بالجيب. راتب معدل، بس مو من هذا المضبوط. المضبوط أكثر من 1.5 مليون أو 1.5 مليون صادف حرب قوية. فأراويكم هاي الهجمة على رقم 2. نفس التشكيلة هي الباولر والهيلرات والملوك، واثنين تسريع واثنين تجميد وواحد جمب سبير. أنا الطق أنا الحق، أشهق موت من أشهق، وين الكاره الدنيا أخلص اليوم من شرها. ألزم روح أسويها 7 وسطات إذا طرها. جوينه إلى وينه، جوينه إلى وينه، جيب الحر بدموزه، ما نقعد وقت العوزة، نفصل روحه من الدوزة، نحط الجيلة بالدوزة، وانا علم على الطق والطقات تشهد لي. صلوا من بطن حية فن الراديو صلي. جوينه إلى وينه، جوينه إلى وينه، انا علومي معلومة، انا الجفن تهدومه، غفاع الحرب سردومه. شباب هاي الهجمة الثانية وكانت حرب يعني ناجحة نجاح ممتاز. اللي هنا شباب وصلت وياكم لنهاية الحلقة، أتمنى عجبتكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك. تحياتي لكم، كان معكم زين الكربلائي ومع السلامة.